السلام عليكم وصباح الخير عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى فيديو جديد على قناة ترافل ويز أيوب. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كما كتشوفوا جيتكم نيشان وريتكم الصورة اللي رحنا فيها اليوم. رحنا سد علال الفاسي اللي كيبعد تقريبا 54 كيلومتر من مدينة صفر، وممكن أيضا تجي من مدينة فاس. وهانتم كما كتشوفوا المناظر الخلابة تبارك الله، وما تفوتوش الفرصة أنكم تفرجوا في الفيديو كامل لأنه غيكون بزاف ديال المفاجآت وغيكونوا بزاف ديال التجارب اللي غتعيشوا معنا. غادي نحاولوا نطيبوا هنا في الغابه ونشعلوا عافيه ونديروا طاجين الى اخره، وبالرده حتى داك الشيء غيكون ناضي. خليكم معنا. الخوت، من بين افضل المناطق اللي متواجده في جهه فاس بكناس هي هاد البلاصه اللي غنيه بالموارد المائيه، الطبيعه، الشجر، الكرم، يعني كل شيء متوفر هنايا. ما بعيداش بزاف على مدينه صفرو، تقريبا 54 كيلومتر، وغيتواجدوا في هذه المنطقه هذه اللي قلت لكم غنيه بزاف بالموارد الطبيعيه وسواء الشجر الجو معتدل وزوين. خليكم معنا، غادي نفرشوا المسائل ديالنا ونطيبوا ونوريكم التفاصيل. بطبيعه الحال مرافقينا في هذه الرحله القطيوطات، ها هما واحد كحل هنايا والاخر كاين البيض. المهم 3 ديال القطيوطات راهم معنا هنايا وغيدوزوا معنا نهار ان شاء الله وغنتسلوا فيهم. واخا يعني بالرغم ان هذه البلاصه قريبه لمدينتي بعض الشيء، يعني واحد 50 كيلومتر تقريبا في الجهه ديال فاس مكناس، ولكن ما عمري صراحه فكرت انني نجي هنايا. حتى اقترح عليا الصديق ديالي نجيو ان شاء الله ندوزو هنايا نهار الاحد، وقلت له مرحبا صافي. وجينا وبطبيعه الحال منظر هائل جدا، يعني كما قلت لكم فيه الطبيعه، الماء، يعني سد علال الفاسي ما كاينش اللي ما كيعرفوش، معروف يعني على الصعيد الوطني. كيجيو العائلات وكيجلسوا هنايا سواء بالسيارات او لا الناس ديال التريب، وطبيعه الحال حتى صحاب البيكالات. وانا كنصور الفيديو ويلا دازوا حدانا الدراري ديال البيكالا اللي كيديروا يعني مسافات طويله كيدوزوا بزاف. ونخليكم مع الفيديو غتكتشفوا معنا كيفاش كنطيبوا، غنكتشفوا الاجواء كامله، نعيشوكم في التجربه.
ها انتم الخوت، العافيه راه زانده، العشير راه حنا المهم كنحاولوا نشعلوا العافيه باش يلا نفطروا الخوت. راه مازال ما فطرناش ودابا راه مشى الحال، مازال كنشعل العافيه غير باش نحاولوا نفطروا ان شاء الله من بعد الغدا. المهم غيكون فوقاش غيكون الغدا الدريس؟ مع 3 ولا المهم راكم معروضين. شوف المهم راكم عارفين الغدا فوقاش كيكون، فاش كتكون شي خرجه ولا فاش كتكون معروض، راه الغدا كيتعطل. يعني غنعولوا على 3 ونص 4. يعني راكم عارفين الغدا كيفاش. لا غاجوج قال لكم الجوج. اش بان لكم الخوت؟ زعما غادي نوكل ولا شي حاجه راه غادي نقدروا المهم غادي نشوفوا على حساب الجو. الا كفانا الوقت راه مزيان غادي نفطروا بكري ونتغداو. المهم على حسب دابا التوقعات ديالنا حنا معطلين في الفطور. يلا خليكم اش كدير انت تما؟ والله لا الخوت الا منين حطينا رجلنا هنا وجاو صراحه يلا خرجنا من داك الشارع الكبير الرئيسيه وجاو كيجريو. يعني اي واحد كيجي هنا سبحان الله ما عرف كيشموا ريحه اللحم ولا الدجاج وكيجيو كيجريو. ولكن غادي نرحبوا بهم حتى حنا ونستناو غيبقاو معنا ان شاء الله تنبغيو نطيبوا وندوقوهم شي شويه ضروري. العنايه العنايه والعافيه تبارك الله. راه زانده هنايا الخوت كما كتبان لي زانده. وهنايا في هذه البلاصه بالضبط اللي رحنا فيها الا درنا غير الكاميرا هكا كنشوفوا هذا المنظر هذا. شتيوا الخوت كما قلت لكم راه هذا المنظر رائع جدا. ها انتم وهنايا البلاصه يلاه كنوجدوا فيها ما كاملاش مازال غادي نفرشوا مسائل. احسن دكه في العالم. حنا رجعنا لكم مره اخرى من بعد ما فطرنا وخدينا فطور ديالنا بطبيعه الحال. واخا تعطلنا فيه شويه ولكن ماشي مشكل. يعني هذاك هي الحلاوه ديالها انك توصل البلاصه اللي غتجلس فيها وتقاد داكشي غير بشويه عليك ومسائل تفرج تشعل العافيه غير بشويه الى اخره. المهم كلشي غتعطيه الكانه ديالو. المهم فطرنا وكاين داكشي اللي قسم الله. دابا غادي نحاولوا ناخذوا دوره هنايا وناخذوا شي تصاورات تذكاريه على ما يطيب لنا الطاجين. راه درنا حتى هو يطيب، حتى هو غيطيب بطبيعه الحال بالكانه يكون داكشي يا سلام. وغنصور لكم بطبيعه الحال الطاجين كيطلع وخليكم معنا نكتشفوا جمال ديال هاد الطبيعه هذه تبارك الله. انا متشوق صراحه واخا في نفس البلاصه ولكن متشوق نرجع مره اخرى مع الاصدقاء ديالي ونخليكم مع الفيديو تكتشفوا جميع التفاصيل. بغيت نشير لواحد النقطة مهمة بزاف واللي هي متعلقة بالسلامة والأمن ديال هاد البلاصة هادي. الأمن يعني اللي كيتعلق بكم نتوما في هاد البلاصة هادي. يعني إلا جيتي نتا والأصدقاء ديالك ولا مع العائلة ديالك أي واحد يعني وقررتوا أنكم تجلسوا هنا دوزوا نهار ولا تباتوا يعني في لاطونط ماشي مشكل من داك الناحية. علاش؟ غادي نقول لكم علاش. لان السلطات المحليه هنايا دارت يعني القوات المساعده من اجل يعني حمايه او حراسه هذا المكان هذا. يعني من هذه الناحيه ما عندكمش مناش تخافوا. كنتمنى انكم تجيو تقضيو الوقيته ديالكم مزيانه وما كاينش مناش تخافوا من هذه الناحيه. ها انتم الاخوان حاجه مهمه بزاف وغنعطيها لكم كنصيحه. يعني اي واحد كيشوفني وكيسمعني في هذا الفيديو نتمنى منه انه يطبق هادشي اللي غنقول لكم واللي هي جيتي لهنايا خص تخلي بلاصتك نقيه. يعني طيبتي طاجين ولا شويه كنطلب منك انك تنظف داكشي عاد تمشي او لا يعني دير داكشي في ميكا وتهزو لواحد النقطه اللي غتكون قريبه لذاك الشخص يعني عامل نظافه باش يدي داكشي وما يتعذبش. هذه احسن حاجه ونحافظوا بطبيعه الحال على النظافه ديال المكان ديالنا والغابه راكم عارفين. وبالتالي غنكونوا ساهمنا كاملين يعني في نظافه هذه الاماكن الطبيعيه والمائيه. يعني غنبدا من عندي انا وانت والاخر باش هكا يبقى المجال طبيعي ونضيف ونحافظوا عليه كاملين باش نستافدوا منه كاملين. العشران كنكونوا وصلنا لنهايه ديال الرحله ديالنا وفيديو ديالنا حتى هو سالا وكنتمنى انكم تكونوا قضيتوا وقت ممتع معنا ونضرب لكم موعد في الفيديو الجاي ان شاء الله في بلاصه جديده. وما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب للقناه باش هكا يوصلكم الفيديوهات اللي كنديروا كل مره. تهلاو في راسكم.
السلام عليكم. Living life every day, late at night, not okay. All I want